تعتبر الشموع من المنتجات شائعة الاستعمال في كل دول العالم، والشموع عادة أما شموع ذات الشكل الأسطواني أو شموع ذات أشكال فنية متنوعة. هعرفكم النهارده على انواع الشموع اللي بنعملها المختلفه. عندنا انواع مختلفه من الشموع زي ما انتم شايفين، في شموع اندورز وفي شموع اوت دورز بنعملها. شموع الاندورز دي في منها طبعا بنعمل منها اشكال والوان مختلفه منها ومولز مختلفه، موديلات مختلفه، حوالي اكتر من 100 موديل بنصنعه. وميزة شمع البرافين أنه يتواجد بكميات كبيرة ورخيص الثمن وسهل الاستعمال. هو الشمع أصلا بيجي على هيئة مادة خام، بلوكات. بنقوم بعملية تسييح الشمع ده، وبعد ما يسيح عند درجة حرارة 58 بنبتدي نصبه في اسطمبات. بعد كده الاسطمبات على اشكال مختلفه، في منها على شكل قلوب، في منها على اشكال مربعات، في سلندرات، في شمع فلوتنج، في موديلات مختلفه من الشمع بنعملها. بتستخدم طبعا في حاجات مختلفه. في ناس بتستخدمها في مجال الافراح، في ناس بتستخدمها في مجال المناسبات المختلفه، زي دلوقتي مثلا عندنا الفالنتاينز. بنعمل كل الشموع بتاعتنا على شكل قلوب مختلفه الديزاينز. في قلب بيكون مثلا بالمنظر ده، في بالشكل ده، في شكل بيكون ارفع، في اصغر. في شمع بيتعمل على شكل فلوتنج زي ما انتم شايفين، شمع العائم اللي هو اللي بيقوم على وش الميه. احنا عندنا تصميمات جديده مبتكره من الشمع ده. شمع بيكون مفرغ وبيكون فيه شمع فلوتنج، الشمع بيعوم في الميه. دي كلها تشكيله مبتكره من الشموع، دي اشكال كلها جديده. دي كلها ده الجديد في عالم الشموع دلوقتي، كل دي موديلات جديده لسه منتجه جديد، حوالي 15 موديل جديد من الشمع، في على شكل ويف، شكل موجه. للشموع استخدامات متعددة للإضاءة وشموع الزينة والهدايا والتحف. طبعا الحمد لله طورنا صناعه الشمع جامد جدا في مصر، بقت مثيل المستورد بالظبط، ويمكن افضل في حاجات كتير جدا. بدل ما الناس بتستورد الشموع ابتدينا نصنعها هنا في مصر بكفاءه عاليه جدا وبجوده عاليه جدا بتكنيك عالي جدا، لدرجه ما وصل للمستوى اللي هو الهاي كواليتي. وابتدينا نستخدم نظم الباركود على المنتج عشان يبقى المنتج مثيل المستورد بالكامل. والحمد لله تواجدنا بقوه في السوق، ووفرنا جامد جدا عن الاستيراد من الخارج بكميات كبيره جدا من المنتج ده اللي بيهدر عمله صعبه جامده جدا على البلد. الحمد لله دلوقتي بقى يتصنع محليا. رغم تطور وسائل الإضاءة الحديثة وتنوعها، إلا أن الشمعة تظل الأجمل والأغنى لمناسباتنا الخاصة التي تزين بها أيامنا وأفراحنا.